الدكتور مصطفى محمود. رحلة العلم والإيمان. عزيزي المستمع، في هذا الفضاء الهادئ نعود إليك من جديد لنشاركك حكايانا ونهمس في أذنيك بأفكار مختلفة نرجو أن تمر على قلبك كالنسمة وتثير في نفسك قدرا من الأنس والصفاء والبهجة، وتحرك داخلك بهدوء شعورا بالمتعة والنشوة. فأهلا بك معنا في حلقة جديدة من نسمة صوت. عزيزي المستمع، رحلتنا اليوم رحلة التفكير بكل أبعاده، والتفكير في الإسلام فريضة، وطريق الحياة وطريق الجنة كلاهما يحتاج إلى اليقين، يقين في المعرفة، ويقين في الإيمان، ويقين في قدرات النفس وفي حكمة الخالق، ويقين في الطريق الذي تسلكه. لذلك يا عزيزي، نحن معك اليوم في رحلة أيقونة الشك واليقين في عالمنا العربي، فلنستعد للرحلة بعقل ذكي وإيمان قوي ونفس طواقة لليقين. هذه يا عزيزي المستمع رحلة العلم والإيمان مع الدكتور والفيلسوف والأديب مصطفى محمود، حيث العلم بوابة للإيمان، والإيمان رحلة نحو اليقين. في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر، ولد الدكتور مصطفى محمود في 27 ديسمبر عام 1921 ميلادية. فكانت طفولته عزيزي المستمع مختلفة، كما كانت مراحل عمره كذلك، فهو لا يقضي وقته في اللعب كالأطفال، ولكن كانت هوايته المفضلة الاستكشاف والتجربة، حيث يقضي وقت الفراغ في معمله الخاص في منزله، يجرب التفاعلات ويقوم بتشريح بعض الحشرات، وكأنه يخبرنا أن من أحسن طفولته أحسن مستقبله وشيخوخته. من هنا عزيزي المستمع كان اختياره لدراسة الطب، حيث تخرج الدكتور مصطفى محمود عام 1953 وتخصص في الأمراض الصدرية. لكن رغم نجاحه كطبيب، كانت المفاجأة أنه ترك مهنة الطب، وبدلاً من تخصصه في علاج الصدر قرر أن يعالج الروح والعقل معاً. فلماذا كان هذا التحول؟ وهل كان سهلاً؟ الدكتور مصطفى محمود عزيزي المستمع مر في شبابه بتجربة شك عنيفة، شك طال كل شيء، الدين، الوجود، الكون، وحتى ذاته، واستمر في هذه الدوامة 30 سنة كاملة. تخيل يا عزيزي، منذ بداية الأربعينات وحتى بداية السبعينات. فما أثر تلك الفترة في حياته؟ وكيف نجا من هذه الدوامة؟ في حياة كل منا عزيزي المستمع نقاط للتحول، وكانت نقطة التحول في حياة الدكتور مصطفى محمود عندما أصدر كتابه الشهير رحلتي من الشك إلى الإيمان. روى فيه تحوله التدريجي نحو الإيمان بالله، وسبيله في ذلك التأمل في النظام الكوني وعظمة الخالق، وخلص إلى نتيجة مؤداها إن العلم لا يعارض الإيمان بل يؤدي إليه. فهل كانت تجربة هذه فريدة لم تتقرر من قبل؟ ما أشبه الليل بالبارحة. فقصته أقرب كثيرا بقصة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. فما قصة الغزالي بإيجاز؟ تعال عزيزي المستمع لنذهب إلى القرن 11 الميلادي، حيث عاش حجة الإسلام أبو حامد الغزالي من 1058 ل 1111 ميلادياً، وقد سجل رحلته العلمية في كتابه الشهير المنقذ من الضلال. روى فيه الغزالي كيف مر بمرحلة شك حاد، حتى إنه لم يثق في الحواس ولا حتى في العقل، ثم وجد أخيراً ضالته في التصوف، حيث اليقين الحقيقي. ولعلك تلمس معي عزيزي المستمع التشابه الكبير بين الغزالي والدكتور مصطفى محمود، فقد وصل كل منهما إلى الإيمان من خلال التجربة الروحية بعد أن أرهقه العقل والعلم. ورب ضارة نافعة عزيزي المستمع، فبعد فترة 30 الحائرة انطلق الدكتور مصطفى محمود بقلمه يدلل على صدق ما وصل إليه بكل ما أوتي من قوة، حتى وصلت مؤلفاته إلى 89 كتاباً، حيث تؤكد على ثرائه المعرفي وتنوع مشاربه ما بين الدين والفلسفة والسياسة والأدب وحتى الخيال العلمي. ورحلته في هذه الكتب فكرية صادقة تحفز القارئ على التفكير والتأمل.
فهذا عزيزي المستمع كتابه حوار مع صديق الملحد، يقدم فيه ردوداً عقلانية ومنطقية لتساؤلات صديقه الملحد حول الدين والإيمان بأسلوب الحوار الشيق. وهذا الشيطان يحكم، وهو كتاب يتناول مجموعة مقالات تتناول قضايا الإنسان والمجتمع مثل النفس البشرية والإلحاد والفلسفة، وهدفه أن يفتح آفاقاً للتفكير بلغة سهلة ومفهومة للجميع. أما القصة في كتابات الدكتور مصطفى محمود فلها عزيزي المستمع حضورها القوي، فالذين ضحكوا حتى البكاء هي مجموعة قصصية تسرد 9 حكايات لشخصيات مختلفة، وفيه تظهر تناقضات الحياة والمجتمع، قصص مؤثرة تلامس الواقع كما تثير مشاعر القارئ بتنوعها وعمقها. وإذا كنت عزيزي المستمع من هواة القراءة في الخيال العلمي، فها هو ذا العنكبوت، رواية خيال علمي تدور حول نظرية التناسخ، فالبطل يعيش تجارب متعددة في حيوات مختلفة من خلال رواية مشوقة تجمع بين العلم والفلسفة وتدفع القارئ للتفكير في ماهية الوجود. أما إذا كنت عزيزي المستمع قصير النفس في قراءة الكتب العلمية المتخصصة، فأعدك أنك ستغير رأيك بعد قراءة كتاب أينشتاين والنسبية، فهو يشرح نظرية النسبية لأينشتاين بأسلوب سهل وممتع، ويجعل المفاهيم العلمية المعقدة في متناول القارئ العادي. فتبسيط العلوم الصعبة هدف من أهداف الدكتور مصطفى محمود، فهل نجحت هذه الكتب وهذا الأسلوب في الوصول لعقول الشباب؟ قال الشباب إن كتب الدكتور مصطفى محمود غيرت حياتهم، وإن برنامجه العلم والإيمان فتح عقولهم على مفاهيم جديدة، فكلامه يمتاز بالبساطة والعمق والوضوح، وليس أدل على ذلك من حصوله على العديد من الجوائز التقديرية، ومنها جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1970 عن رواية رجل تحت الصفر، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1995. وإذا تعجبت عزيزي المستمع من كثرة وتنوع مؤلفات الدكتور مصطفى محمود، فإن العجب الأكبر في إعداده وتقديمه برنامجه الشهير العلم والإيمان في التلفزيون المصري على مدار 28 عاماً. فأين هذا الوقت الذي يكفي لكل هذا الإنتاج العلمي والأدبي؟ وحضوره القوي على شاشة التلفزيون المصري عزيزي المستمع دليل على تعدد مواهبه، فكان العلم والإيمان برنامج يهدف إلى الربط بين الاكتشافات العلمية والإيمان بالله تعالى من خلال تقديم سياحة علمية بأسلوب مبسط ومؤثر، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وبين مختلف الأعمار. ومن عناوين حلقاته نشأة الكون، الحمض النووي DNA، معجزة الخلق، الجنين في بطن أمه، الخلية الحية وأسرارها. ولا زلت أتذكره وهو يختم حديثه متعجباً: هل هذا كله يحدث صدفة أم هو دليل على وجود خالق مبدع في خلقه؟ عزيزي المستمع، لأن حياة الدكتور مصطفى محمود مختلفة، لم يكتفي أن يعيش بين الكتب فحسب كما يفعل الأدباء والمؤلفون، وإنما أعطانا نموذجاً في الانتماء للوطن وحب الخير للجميع، فقد أنشأ مشروعاً خيرياً متكاملاً، فالوطنية في نظره بذل وعطاء وليست شعارات جوفاء. وكان المشروع جمعية مصطفى محمود في حي المهندسين، أرادها جمعية متكاملة، مسجد، 3 مستشفيات خيرية، عيادات مجانية للفقراء، مركز بحوث علمية، ومكتبة ضخمة. ولما سئل عن سبب إنشائه للجمعية قال ببساطة: لأني شفت الفقر بعيني وسكت عنه كتير، ولما لقيت الفرصة أقدم حاجة للناس عملت. وما زالت الجمعية تقوم بنشاطها خدمة للوطن، واستمرت رحلة العلم والإيمان للدكتور مصطفى محمود عزيزي المستمع حتى محطته الأخيرة، حيث وافته المنية في 31 أكتوبر 2009. غاب الجسد لكن الروح والعقل والفكر ما زالوا بينا. رحل الدكتور مصطفى محمود رحمة الله تعالى عليه، لكنه علمنا أن نقرأ، نسأل، نحاور، ونبحث عن الحقيقة. لا نكتفي بالتقليد ولا نخاف من التفكير، ونفتخر بالإيمان. وما أجمل أقواله: إن الحياة بلا دين حياة بلا معنى، وبلا هدف، وبلا نور. الإيمان ليس ضعفاً بل أعلى درجات القوة،
حين يكون نابعا من العقل. ما دام هناك فقر وجوع ومرض فلا تحدثني عن الحرية. الله هو الأمان، فمن وجد الله فقد وجد كل شيء. السعادة لا تأتيك من الخارج بل تنبع من داخلك. عزيزي المستمع، إن الدكتور مصطفى محمود لم يكن مجرد طبيب أو كاتب، كان مدرسة في الفكر، في الروح، في الإنسانية. ورغم إن الشك كان بوابته، فإن الإيمان كان محطته الأخيرة، محطة النور. ولعلنا اليوم ونحن نعيش في عالم مضطرب نعود لكتبه وبرامجه لنجد فيها الطريق من جديد، إنه طريق العلم والإيمان. وهنا يا عزيزي تنتهي الرحلة، ولكن رحلتنا معك لم ولن تنتهي، فكن قريبا منا، فلدينا الكثير من الحكاية والموضوعات الممتعة. فإلى لقاء قريب وحلقة جديدة من نسمة صوت.